الكترون قلت لك وانا بشرح لك في الاول قوانين الشابتر بتاعنا الجاي، وانا بشرح لك في الاول قوانين الشابتر. خلاص قلت لك حاجه مهمه. ازيك يا برو؟ عامل ايه؟ قلت لك لو جاب لك الحمد لله ماشي الحال، مزنوق في مساله فيزياء بحاول احلها. ربنا معاك. طب بقول لك ايه، انت عامل ايه في الفرنساوي؟ فرنساوي؟ الفرنساوي بتذاكره ولا ايه الدنيا؟ الفرنساوي ده ما بيتذاكرش اصلا. ازاي يعني ما بيتذاكرش؟ ايوه الفرنساوي ماده سهله جدا، مش محتاجه حاجه يعني. هو انا هسيب الفيزياء والكيمياء والماس واروح اذاكر فرنساوي يعني انت هتذاكره امتى يعني هبقى ذاكره في اخر السنه كده قبل الامتحان. يعني انت هتذاكر منهج الفرنساوي كله في اخر شهر؟ تقدر تقول حاجه زي كده. انت عارف الفرنساوي كام وحده؟ الفرنساوي كله على بعضه حوالي 4 وحدات يعني. ان شاء الله هلمه في الاخر ومش هياخد وقت يعني. ما كلهم بيقولوا ان هو سهل. مين كلهم دول؟ كل الناس اللي قبلي. ربنا معاك. يا اهلا وسهلا بيك في فيديو جديد. بما ان في ناس كتيره دخلت القناه الفتره اللي فاتت، احب اقول لكم اهلا وسهلا بيكم في العالم بتاعنا الصغير. في القناه ديت هنقدم محتوى بيعبر عننا كطلبه بشكل كبير. انا مين اصلا؟ انا ديفيد هاني، طالب السنه دي في ثالثه ثانوي وعلم رياضه لغات. لو دي معلومه ممكن تفيد، بس ما اعتقدش ان هي هتفيد حد يعني. المهم انا عايز اعرف ايه اخبارك اليومين دول، عملت ايه النهارده، خلصت اللي عليك ومذاكر اول باول ولا قعدت واليوم ضاع منك من غير اي مذاكره؟ طمني عليك تحت في الكومنتات وقول لي ايه اخبارك. وانت كده بتكتب الكومنت بتاعك اديني لايك، دي حاجه كده لذيذه منك. خلونا نبدا الفيديو بتاعنا. الفيديو ده من سلسله الخلاصه. سلسله الخلاصه ايه هي؟ دي سلسله بقول لك ازاي تجيب الخلاصه في كل ماده، ازاي تلم كل ماده بالتفصيل. عملنا ايه مواد لحد النهارده؟ عملنا الانجليزي والفيزيكس والعربي، فيديو النهارده عن اللغه الثانيه اللي هو الفرنساوي او الالماني او الايطالي او الاسباني، ايا كان اللغه الثانيه اللي انت اخترتها. اللغه الثانيه معظمنا بيركنها، بيسيبها للاخر. كده كده هتتلم زي ما انت شفت واللي حصل معايا من شويه. وقصه ان انا اسيبها للاخر دي قصه حقيقيه على فكره، مش تمثيل. انا لسه هبدا فيها وكنت بدور على ازاي المها، ازاي ابدا فيها، وهل هقدر الحق اخلصها في المده المتبقيه من السنه واذاكر عليها وراجع عليها وكده، ولا الدنيا مش هتظبط. واللي طلعت منه من الفيديوهات انا هقوله لك في الفيديو دوت. فانت مش محتاج تبص على 30-40 فيديو علشان تشوف ازاي هتلم الماده الفتره الجايه. هو الفيديو دوت لخصت لك فيه كل حاجه. بيقول لك يا صاحبي ان اللغه الثانيه هي مادة مش صعبة خالص، هي مادة سهلة ودرجاتها مضمونة، بس محتاجة تتذاكر وتتراجع. بمعنى هي المادة أصلا خلص شرحها في أول 4 شهور في السنة. يعني أنت لو كنت مذاكر من شهر 9 لشهر 12 لحد اجازه نص السنه، يعني انت كده خلصت المنهج. ذاكرت منهج اولى وثانيه ثانوي اللي هو كده كده لازم تراجع عليهم في اللغه الثانيه الفرنساوي والالماني، وذاكرت منهج ثالثه ثانوي. يعني هي كماده المدرس بيشرحها في 4 شهور او 5 بالكتير، مش بتقعد تتشرح السنه كلها، عشان هي يعتبر ماده صغيره بالنسبه لباقي المواد. ماده زي الفيزياء انت بتقعد تاخد شرح فيها 7 شهور او 8 شهور، ماده زي الكيمياء 7 شهور برضو، فبالتالي هي ماده تقريبا نص حجم المواد العاديه الثانيه. طيب ده معناه طالما ماده صغيره ما انا ممكن المها في الاخر اخر شهر افتحها؟ لا، هي مش هتتلم في شهر ابدا، لان هي محتاجه 3 شهور تتذاكر فيهم. ال3 شهور دول هتبدا تحفظ الكلمات وهتبدا تذاكر الجرامر وتحل عليه كتير علشان تكون ضامن الدرجه. فانت ما ينفعش تسيبها لاخر شهر، هو محتاجه على الاقل 3 شهور او 4 شهور عشان تذاكر الماده بشكل كامل. تمام. عشان تلم اللغه الثانيه، هي ماده زي اي ماده، هي قريبه اكتر للانجليزي، تنقسم لقسمين بس، كلمات وجرامر، بس كده. هنبدأ بالكلمات. انت عندك حوالي من 1000 ل 1200 كلمة عندك في المنهج لو انت فرنساوي. لو انت ألماني انا مش عارف عندك كمية قد ايه، او ايطالي او حاجة تانية، بس ده اللي انا اعرفه في مادة الفرنساوي عشان هي مادتي. بس انا اعتقد انها هتكون في حاجة في نفس الرينج، مش هيكون في اختلاف ما بين الألماني والفرنساوي كتير، مثلا هيكون رينج 1000-1200 كلمة برضو. انت محتاج تعرف عدد الكلمات ديت اللي هي 1200 مثلا هما ايه معناهم، ايه يعني بالعربي، والكلمه دي مذكر ولا مؤنث. فانت عشان تخلص كميه 1200 كلمه صعب جدا انك تخلصهم في اسبوع، في اسبوعين، في شهر مثلا. يعني شهر ممكن، بس هتبقى صعبة جدا. ولكن عشان الكلمات ديت تثبت في دماغك تقدر تقسمهم على ايام كتيرة، يبقى هتحتاج 3 شهور وتقسمهم على الوحدات وتمشي تنظيم المنهج بتاعك. عشان تلم العدد ده من الكلمات هتفتح كتاب الخارجي اللي عندك، سواء ميرسي او برافو لو انت فرنساوي، ولو انت الماني انا مش عارف الكتب اللي عندك، بس هتفتح الكتاب الخارجي بتاعك وتبدأ تحفظ الكلمات معناها وهي مذكر ولا مؤنث على مدار الفترة الجاية. انت هتحتاج
الكتاب بتاعك بس، مش محتاج في الحتة دي مدرس. هي بتعتمد 100% على مجهودك انت لو بذلت مجهود وكل يوم ذاكرت 15-20 كلمة هتلاقي نفسك خلصت كل الكلمات. بس انت محتاج تذاكر كل يوم جزء من الكلمات. واكيد انت عارف ان اللغات محتاجة ممارسة. يعني انت لو ذاكرت يوم واحد في الاسبوع المادة وبعد كده سبتها اسبوع وذاكرت تاني اسبوع يوم واحد، هتلاقي نفسك مش فاكر القديم، لان هي كلمات، والكلمات محتاجة تبص عليها باستمرار، تحفظها باستمرار علشان الكلمات ما تقعش منك، تراجع على القديم اول باول يعني. لكن انك تركن كمية الكلمات ديت لاخر فترة، انت كده هتعذب نفسك في الاخر لو انت عرفت تلمهم في الاخر. بس هل مستحيل؟ لا طبعا مش مستحيل. ايا كان انت فين في السنة دلوقتي انت هتعرف تلمهم، بس هو الفرق انك هياخد منك مجهود اكتر. انت بدل ما كنت هتذاكر ساعة في اليوم، انت هتضطر تذاكر 3 ساعات في اليوم، 4 ساعات في اليوم للمادة ديت علشان تعرف تلمهم كويس. سألت نفسك قبل كده ليه دايما بيقولوا على الفرنساوي سهل؟ يعني انا ما شفتش حد قبل كده بقول له مثلا ايه اخبار امتحان الفرنساوي، عملت ايه في الفرنساوي، ومحدش قال لي قبل كده انه صعب. او ما اعرفش بالنسبه للغات التانية ايه، الالماني وكده، بس هو على طول بيقولوا ان الامتحان سهل في اللغه التانية. طب ليه هو سهل؟ ولو ده سهل ليه مش كل المواد سهله وكده؟ الاجابه اللي وصلت لها في السؤال دوت ان امتحان اللغه التانية بيكون مباشر. يعني ايه مباشر؟ يعني السؤال اللي انت بتذاكره ودايما بتحل عليه ودايما بتتدرب عليه في اسئله الامتحانات اللي بتكون في الكتاب الخارجي اللي معاك، هتاخدها نفسها كوبي بيست وتلاقيها في الامتحان عندك. فانت مش هتلاقي نوع اسئله جديده وافكار جديده، وتلاقي سؤال اول مره تشوفه وتقعد تفكر في السؤال هو عايز مني ايه جوه الامتحان. مفيش الكلام ده خالص في اللغه التانية. انت هتدخل زي ما انت متدرب، زي ما انت حليت انت هتلاقي في الامتحان. انت مثلا قاعد تتدرب على ترجمه الكلمات وحفظت كام كلمه، هتدخل تلاقي الكلمات اللي انت كنت قاعد تحفظ فيها. ونفس الكلام مع الجرامر، هو مش بيجيب حاجه جديده، مش بيجيب حاجه من بره المعروف. فانت لو حليت التدريبات اللي موجوده في الكتاب الخارجي انت كده ضامن درجه امتحان. فهو الفكره في الفرنساوي في سهولته او في اللغه التانية ان اللي انت بتتدرب عليه بتدخل تلاقيه، مش بتلاقي حاجه جديده. فانت لو حفظت الكلمات اللي عندك في المنهج هتدخل الامتحان هتلاقي الكلمات ديت، مش هجيب لك كلمه انت اول مره تشوفها مثلا. فدي سهولته في الموضوع، اللي انت مذاكره هتلاقيه، وعشان كده تعتبر درجه مضمونه، لان لو انت حفظت الكلمات انت كده كده هتلاقي نفس الكلمات ديت في الامتحان. ده بالنسبه للكلمات. بالنسبة بقى لتاني حاجة وهي الجرامر او القواعد. في مصطلح كده بدأ ينتشر الفترة الأخيرة، وانا مبسوط او حاسس ان دفعتنا محظوظة بالحاجات الجديدة اللي بدأت تنتشر ديت، والدفعات الجاية كمان ان هي هتلاقي حاجات زي كده واكتر. ومصطلح هو كورسات الانقاذ. كورسات الانقاذ هو فكرة ان المدرسين بيعملوا ضغط لكل الحصص كده، يجمع لك 20-25 حصة اللي شرح فيها المنهج ويحطهم لك في 4-5 حصص. لو سمعت ال5 حصص دول بيكونوا حصص طويلة شويتين 3، يعني انت لميت اللي اتقال في 25 حصة. هو اللي بيحصل ان المدرس بيشيل لك كل الزوايد اللي مش بتيجي في الامتحانات وبيديك المعلومة صافية ديت. لو انت فهمتها كده او حفظتها كده انت هتعرف تحل عليها الاسئلة، يعني بيطلعك عارف ازاي تحل الامتحان. فالكورسات ديت بتكون مفيدة جدا جدا للي مذاكرين، وكأن بيأكدوا المعلومات عندهم. وبيكون مفيدة برضو لو واحد مزنوق في الوقت ومش هيقدر يقعد يذاكر 25 حصة، فهو هيذاكر ال5-6 حصص بتوع الانقاذ ويبدأ يحل بعديهم على طول. مش لازم تسمع شرح كل الدروس وتضيع الساعات دي كلها في سماع الدروس من الاول، لان انت برضو ما عندكش وقت كافي. انت شوف عندك كام مادة، ايا كان انت كنت ادبي او علم علوم او علم رياضة، اكيد انت مش عايز تسيب مواد تتراكم عليك. فبالتالي قصة انك تاخد كورس الانقاذ وتبدأ تحل من بعديه او تحل وانت بتاخده، ده هيريحك جدا جدا. وانا انصحك انك تشوف كورسات الانقاذ. بس ما تفتكرش الموضوع سهل قوي كده برضو. انت جنب كورسات الانقاذ لازم تحفظ الكلمات، ودي هتاخد منك شوية وقت. خلينا نكون صراحين مع بعض، لو انت ما كنتش بتذاكر في اولى وثانيه ثانوي، لكن لو انت كنت بتذاكر هتلاقي الدنيا سهله جدا. هتذاكر القواعد من كورسات الانقاذ، وهتاخد ساعه كمان بعد كورس الانقاذ، بعد الفيديوهات اللي هتشوفها تقعد تحفظ فيها الكلمات. وما تستهونش بموضوع حفظ الكلمات، لان انت لو متمكن من الكلمات انت اتمكنت من 50% من الامتحان. طيب انا ليه بقول لك ركز في الفرنساوي وروح ذاكر فرنساوي من دلوقتي، والفرنساوي مهم وما ينفعش تسيبه للاخر، مع ان في ناس انت ممكن تكون عارفها
هم ذاكروه في اخر فترة، اخر شهرين مثلا، وجابوا فيه درجة عالية. علشان تقسيمة الدرجات عندنا موحدة. يعني انت لو نقصت 5 درجات في الفرنساوي هيبقى زيك زي واحد نقص 5 درجات في الفيزياء. انت متخيل؟ يعني لو في مادة سهلة اضمن درجتها، كده كده الدرجات اللي انت هتاخدها في الفرنساوي هتعلي مجموعك. لو انت نقصت في الفرنساوي فانت بتضيع درجات سهل انك تجيبها. معلش انا بقول فرنساوي كتير لان ديت اللغة التانية عندي، ولكن انا بتكلم على اللغة التانية في العموم مش الفرنساوي بس. في الاول وفي الاخر انت وقت النتيجة بتكون بتدور على كل درجة. يعني ممكن يكون فاضل لك درجة وتوصل لكلية طب، درجة وتوصل لهندسة، درجتين وتوصل لإعلام. معرفش ليه قلت هنا درجتين بس ايا كان. يعني انت يوم النتيجة بيبقى في فرق ما بين الكليات درجات بسيطة جدا، فممكن فعلا درجات الفرنساوي ديت هي اللي تشيلك عن درجات انت نزلت فيها في مواد تانية. فهو كل درجة مضمونة حاول تستفيد بيها. طالما ال40 درجة بتوع الفرنساوي او الالماني انت هتعرف تجيبهم، او لو ذاكرت المادة عدد ساعات مش كبير هتعرف تجيب درجات زيادة، انت هتكون اكتر واحد مستفيد بالنقطة ديت. في النهاية علشان مش عايز الفيديو يكون اطول من كده، عايز ادي نصيحة لاي حد بيتفرج عليا تحت تالتة ثانوي او سنه اقل من تالتة ثانوي. لو انت في اولى ثانوي، لو انت في تانية ثانوي، او حتى لو انت في تالتة اعدادي، حاول تدي للغة التانية اللي عندك وقتها، ما تسيبهاش وتلمها في ليله الامتحان. انا عارف ان هي بتتلم، وانا كنت واحد منكم كنت بسيب الماده لليله الامتحان، وليله الامتحان افتح كده مراجعه ليله الامتحان للغه الفرنساوي. كلنا كنا بنلمها ليله الامتحان وما كناش بنديلها مجهود كفايه. بس لو انت ركزت فيها هترتاح قوي قوي في ثالثه ثانوي، لان 50% من الامتحان بيجي على اولى وثانيه ثانوي، و50% التاني بيروح على منهج ثالثه ثانوي. فانت فعلا لو ركزت في اولى وثانيه ثانوي على اللغه الثانيه هتلاقي انك مرتاح جدا في ثالثه ثانوي. فنصيحه مني ليك، ادي الماده وقتها، ما تديهاش طبعا وقت زياده عن اللازم وتسيب المواد التانية زي الفيزياء والكيمياء وكده، وبرده ما تسيبهاش ليله الامتحان زي ما ناس كتيره قوي بتعمل. دي نصيحه اتمنى تاخد بيها، يعني دي هتفرق معاك كتير في ثالثه ثانوي. وبس كده، يعني دي كانت كل حاجه بالنسبه لفيديو النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبك او فادك، وطبعا لو عجبك ما تنساش تعمل لايك، ما تنساش تشوف الفيديوهات القديمه واعمل سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك الفيديوهات الجديده. انا مش بقول لك تعمل سبسكرايب عشان المشتركين عندي يزيدوا، لا لا خالص. انا بقول لك تعمل سبسكرايب او اشتراك عشانك انت، انا خايف على مصلحتك. انت لو عملت اشتراك هيجيلك الفيديوهات الجايه، والفيديوهات الجايه ممكن يبقى فيها معلومات هتفيدك جدا جدا في مذاكرتك. الفيديوهات الجايه فيها حاجات مفيده جدا جدا هتفيدك قوي سواء في الدراسه او بره الدراسه. انا مش عايز احرق مواضيع الفيديوهات الجايه هتكون ايه، لان هي مواضيع محدش اتكلم عنها في اليوتيوب قبل كده. خلينا اكون صريح معاك، فاعمل سبسكرايب عشان بس توصلك اول باول كده. كان معاكم ديفيد هاني، بيس.